وانت بتقول ان التوراة اللي انت تؤمن بيها كمعاذ الراجل المسلم المحترم، بتقول ان التوراة اللي انت تؤمن بيها مش موجودة. التوراة اللي انا أؤمن مؤمن بيها بيها إزاي؟ انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى. هل معك؟ وعندي الانجيل نزل على المسيح. عندك الانجيل ده؟ اولا انت بتؤمن بتوراة مش موجودة، صحيح. والكتب اللي في ايدينا انت ما مؤمن تؤمنش بحاجات بيها. كلها موجودة. طيب وبعدين انت كلامك ملهوش لازمة عندي اطلاقا، ولا اؤمن بكلامك اطلاقا، انك انت تؤمن بكتاب مش موجود وتقول لي مش موجود. انت يا فندم مؤمن بانجيل كتبه متى عبري. الانجيل ده ضايع. يعني انتوا بتقولوا ده بصريح العبارة ان هو ضايع. متى المسكين بيقول كل هذه الشهادات مضافا اليها التقليد الراسخ المسلم للاباء. اسمع يا استاذ بشويه اللي بتقول لي انا مؤمن اديك مؤمن بانجيل ضايع، وبحسب كلام علمائك ان هو كان موجود وضاع وانت مؤمن بيه. تمام. كل هذه الشهادات مضافا اليها التقليد الراسخ المسلم للاباء، انما توفر يقينا ضد كل محاولات النقد الجزافي في الكتب الحديثه. فالمتيقن في الكنيسه منذ البدء ان القديس متى كتب انجيله اولا بالعبريه، ولكن الأسباب التي حاقت بالنسخ الأولى لهذا الإنجيل المكتوب باللغة العبرية فأفقدته رصانته وقانونيته ثم وجوده هي حيازة هراطقة كثيرين لإنجيل القديس متى بالعبرية المحرفة مما جعل الكنيسة تبتعد عنه. هذا بجوار استخدامه بين اليهود فتوقف نساخته حتى ضاع الموجود منه. دي نقطة. النقطة الثانية، أنت عندك البابا توادرس بيقول في الكتاب بتاعه بتاع مفتاح العهد الجديد صفحة 124. بص بيقول ايه: كانت رسائله تتبادلها الكنائس، ونعلم منها أن بعض رسائله ربما ضاعت أو فقدت لأسباب عديدة. عد بقى. ايه ده؟ ثواني كده. يعني انت عندك رسائل لبولس ضاعت؟ مين اللي بيقول؟ البابا. ومع ذلك انت مؤمن بيه؟